يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيكم، معاكم نهلة وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار ببساطة وذكاء في 5 دقايق وبس. والنهاردة انا حابة اخدكم ونخرج برا الصندوق ونبص للاشياء بمنظور مختلف. النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة مختلفة تماما، مش عن التحفيز ولا عن الإنتاجية ولا حتى عن الجري ورا الأهداف. النهاردة أنا هتكلم معاكم عن الكسل، بس مش الكسل المعروف عند كل الناس اللي بنكسل فيه ده، لا، احنا هنتكلم عن الكسل الذكي. عارفين اللحظات اللي بنكون فيها قاعدين ساكتين بنسرح مش بنعمل اي حاجة؟ ساعتها المجتمع بيقول لنا اننا كده بنضيع وقت، بس في الحقيقة دي اللحظات اللي عقلنا فيها بيشتغل بأقصى طاقته. وفي البداية وقبل اي شيء، هو يعني ايه كسل ذكي؟ الحقيقة في جزء في مخك اسمه ديفولت مود نتورك أو شبكة الوضع الافتراضي. الشبكة دي بتشتغل لما بتكون مشغول، بس مش بشيء محدد، يعني لما بتسرح أو بتتأمل أو بتتمشى من غير هدف. في اللحظة دي المخ بيربط بين أفكار أو بيحل مشاكل أو بيفكر بعمق أكبر من لما بتكون مركز، يعني اللي احنا بنسميه كده سرحان. هو في الحقيقة شغل داخلي معقد جدا. لحظات السكون اللي بيكون فيها عبقرية. عارفين ان نيوتن اكتشف قانون الجاذبية وهو قاعد تحت شجرة؟ وان فكرة جوجل نفسها جت في لحظات هدوء اثناء نوم صاحبها؟ وانك ممكن تفتكر اسم حاجة نسيها وانت بتغسل المواعين مثلا؟ كل ده مش صدفة، دي اللحظات اللي بتسيب فيها عقلك ياخد راحته فبيشتغل بحرية اكبر. هتسألني طب ازاي انا اقدر استخدم الكسل لصالح دماغي؟ على فكرة مش كل وقت لازم يبقى فيها انتاج وربط. جرب تعمل الآتي: امشي من غير هدف، بس امشي. اقعد في مكان هادي من غير الموبايل. بص في السماء او سقف الأوضة واسرح. خليك سايب مساحة يومية للا شيء. في الأول هتحس بذنب، بس بعد شوية هتكتشف انك بدأت تفهم نفسك اكتر وتفكر اوضح. طيب ايه هو الفرق بين الكسل الذكي والكسل القاتل؟ الحقيقة في شعرة رفيعة قوي في انك تريح دماغك وانك تهرب من كل حاجة. الكسل الذكي يعني مساحة للتفكير، لكن الكسل القاتل يعني هروب مستمر من المسؤولية. جرب تسأل نفسك: هو أنا مستسلم ولا بسيب نفسي أرتب أفكاري وارجع تاني؟ وشوف هتجاوب على نفسك ازاي. المرة الجاية لما تلاقي نفسك مشغول مش بتعمل أي حاجة، ما تقلقش، يمكن عقلك شغال على فكرة عبقرية. الكسل مش دايما عيب، اوقات هو بوابة عبور لافضل نسخة منك. ونصيحتي ليك في الحلقة دي: ما تحكمش على نفسك انك كسلان طول الوقت. اوقات اللاشيء هو اكتر وقت بيحصل فيه كل حاجة. خليك واعي وما تخليش صوت الانتاجية يطغى على صوت عقلك الهادي. خد لحظة واسرح، يمكن عقلك محتاجها عشان يطلع بأجمل فكرة في حياتك. وفي النهاية ما تخليش خوفك من انك تبان كسلان يمنعك انك ترتاح. الدماغ اوقات محتاجة تسكت عشان تتكلم صح. ادي لنفسك مساحتك، لان الراحة مش رفاهية،
دي جزء من الشغل الصح. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تشاركها مع حد دايما حاسس انه مش بيعمل كفاية، وقولي رأيك في كومنت. بشكرك انك كنت معايا، وخليك عارف انك مش لازم تكون مشغول عشان تكون متقدم. وتابعوني في الفيديو الجاي مع مواضيع وافكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكروا دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. واشوفكم الحلقة الجاية.